السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بعمل اعظم عظمات الستات. بعمل حاجه ايه؟ بصوا بقى من الاخر، لو ما عملتيهاش كده ما تعمليهاش. سامعاني؟ زي ما احنا شايفين كده الشكل واللون والطعم اقول لك انا عليه، بس انت لازم تعمليها عشان تقولي لي بقى. الصوابع مظبوطه كلها زي بعض، مقاس واحد. الكور برضو مظبوطه زي بعض، لكن تعملي لي الصباع الرفيع الطويل ده اللي ملوش لا منظر ولا لون ولا شكل، لا اعمليه كده لو سمحتي. الكفته دي بصي حاجه كده خيال، بنحبها قوي، مفيش حد في مصر ما بيحبهاش الا قليل. ماشي، مالناش دعوه بيهم، دول اللي ما بيحبوهاش مالناش دعوه بيهم. يلا بينا نسمي بالله ونقول الطريقه. هقول لك كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله. سمي بالله، بسم الله. جبت حله كبيره هحمر فيها الكفته وهعمل فيها الدمعه وهعمل فيها كل حاجه. تمام. زبده، انا حمرتها في زبده، بتبقى حلوه قوي طعمها بصراحه بالزبده والزيت بصراحه. يعني ما عندكيش زبده اعمليها في سمنه مفيش مشكله. شايفه الصوابع مظبوطه ازاي؟ والله ظابطه بصي بالظبط. تمام كده حمرناها اهو. هي هتتعبني بس في الزبده لان ما بشوفش اللون بالظبط، فمش مشكله، تتعبني براحتها. كفته تتعبني براحتها، انا باكل كباب مش كفته. تمام. حمرتها كلها في نفس الحله اهو، شايفه اللون وشايفه المقاس وشايفه الصباع عامل ازاي. انا جبت 1.4 كيلو لحمه. طريقه اللحمه الكفته نفسها لما فرمتها 1.4 كيلو لحمه، عليها 1.4 كيلو رز، 3 ربطات شبت بقدونس كزبره كبار. الخضره بتديها طعم وريحه حلوه قوي يا جماعه، ما نستخسرش فيها الخضره. فلفل اسود مرقه، معلقه فلفل اسود كبيره، معلقه 7 بهارات كبيره، معلقه 3-4 مكعبات مرقه. وخلي الراجل او انت عندك كبه افرميها ناعم. تمام. خلاص كده خلصنا من العجينه بتاعه الكفته. انا بعد ما حمرت الكفته في نفس الزبده والزيت نزلت ببصلايه كبيره او بصلتين وسط، حمرتهم نفس اللون اللي انت كنت شايفاه من شويه. اكون مسخنه ميه في الكتل، هسوي كفته في الميه. تمام. انا الطريقه دي خدتها من اختي ربنا يكرمها، ومن ساعتها وانا بطلت ما بعملش غيرها. تمام كده. هغلي الميه كويس، انزل عليها بالكفته. هنسوي الكفته في الميه زي ما احنا اتفقنا، تستوي تماما، تستوي خالص، تشرب ميتها زي ما احنا شايفين كده. الكفته تشرب ميتها، يبقى في شويه ميه بسيطه خالص عشان تعمل لنا الصوص اللي احنا عايزينه زي ما احنا شايفين. تتاكل كده والله، يعني انا عايزه انزل جوه الحله دلوقتي. تمام كده. خلاص اكون ضربه، انا بقى غليت طماطم وصفتها، غليت طماطم وضربتها في الخلاط وصفتها، فطلعت النتيجه كده 1 كيلو بس طماطم. مش عايزه تغلي وتعصري وتصفي، ابشريها مفيش مشكله، دي زي دي. ابشري 1 كيلو طماطم في المبشره بتاعتك. معلقه فلفل اسود، معلقه ملح او معلقتين ملح حسب بقى الملح اللي انت عايزاه، لان العجينه كان فيها ملح وكان فيها فلفل اسود. معلقتين سكر كبار. تمام. 3-4 معالق خل. انت بتاكلي كده ايه، حاجه كده خيال. 3 معالق صلصه. هنقلب. شايفه انت بتاكلي كاتشب بالكفته. بصي صوص كده يا جماعه لازم تعملوها كده، والله ازعل منكم لو ما عملتوهاش كده، انا بقول اهو. تمام. الكفته دي بتنزل، الاكل اللي بتنزل على القلب على طول بالظبط، فاهماني؟ انا عندي بيقعدوا يلقطوها كده بالشوكه وهي محمره وهي مستويه، بصي ما بتخلص في ساعتها. تمام. ادينا خلاص كده هي استوت. اكون عملت جنبها شويه رز حبه وحبه، رز بشعريه، مكرونه محمره، عيش، تاكليها بالشوكه باي طريقه هتتاكل. فاهم؟ هي هتتاكل زي ما انت شايفه كده اهو، على الطبيعي اهو، ما عنديش حاجه بخبيها، على الطبيعي اهو. شايفاني؟ شايفه الجمال؟ تاني انت عايزه تدخلي جوه الطبق زي كده بالظبط. اتمنى الوصفه تعجبكم، هي حلوه جدا. من الاكلات المفضله لدينا بصراحه. ان شاء الله تعجبكم، وما ننساش نصلي على الحبيب وناكل كده ونستمتع مع شويه سلطه شويه مخلل، وبألف هنا ومع السلامه.